من قبور عمرها 3500 سنة. هاي لمصنع صابون، ومش بس، محلات تجارية، مصانع، حمامات. بتأمل اليوم ألحق أورجيكم كل شيء. مرحبا بيتنا، اسمي طوني سعد. اليوم رح أعمل لكم جولة كتير مميزة في مكان كتير جميل. طوني، شو بيميز هذا المكان؟ بميز هذا المكان انه اليوم احنا بنحكي عن كل العصور اللي مرقت على القدس في مكان واحد. دار الأنصل التسمية موجودة من متوسط القرن ال19، هي عبارة عن أكثر من طبقة. بالطبقة العليا كان عايش هناك قنصل بروسيا اللي هي ألمانيا قديما. وبنحكي هون على أثارات اللي بتعود لكمان قبل الميلاد. هذه القبور بتعود للعصر الحديدي اللي هو عصر ما قبل الميلاد. وهون شو في؟ هون أهم محطة موجودة في دار الأنصل بالنسبة لي، لأنه ما خلف هذا الجدار هو سوق الكاردو ماكسيموس، هو من أقدم الأسواق الموجودة اللي عمره تقريبا 2000 سنة. كلمة كاردو يعني القلب، يعني شريان الحياة، وهاي دكانة من دكاكين هذا السوق. احنا حرفيا يعني نحكي واقفين على المستوى الروماني قبل 2000 سنة، سوق الكاردو. فتخيلوا بوقتها الحياة اللي كانت موجودة، صوت الأحصن، الناس، التجارة. هسه نروح نشوف وحدة من طبقات القدس. بعدنا عايشين. طبعا القدس انهدت 7 مرات، وهذا اللي بيميز هذا المكان انه احنا بنقدر نيجي على طبقة من طبقات هاي ونعيش التجربة. هون في بير. هذا أقدم أحجار العصر الروماني، يعني بهذه المنطقة كان في باب ضخم موجود. القدس بوقتها تعرف ما في حواليها لا أنهار ولا بحار، فكان مجبورين يلاقوا طريقة. بالعصر الروماني قدروا يحفروا قنوات اللي كانت تمتد من منطقة بيت لحم للقدس، وفي حضارة بتيجي فوق حضارة. يعني ثواني، الروماني خلص، هسه احنا هون فتنا على البيزنطي. بالضبط، وهذا بدل إنه كل حاكم بيجي لهون يحب يحط بصمته في القدس بالذات. هاي شو هون هيك في إشي محفور؟ طبعا هذه كانت طريقة لربط المواشي والأحصن من قبل 2000 سنة من العصور الرومانية. كان في رجل يسكن هذا المكان وهذا المبنى عنده حمام داخل منزله من قبل تقريبا 1500 سنة. هذا شو بقول إنه كان مظبط وضعه الزلمة، فساء وحمام مظبط ومتكتك شو. يعني احنا اليوم مقابل معصرة من المعاصر القديمة اللي كانت تعصر السمسم، يتم استخراج زيت السيرج من السمسم ويتم صناعة الصابون. بتحبوا تتعرفوا على كمان أماكن مميزة؟ إذا بنلتقي ببيتنا.